السلام عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفة تحلية بجد خطيرة يا جماعة، لازم تجربوها. بتدوب دوبان في البق. هنعمل كمان منها مقدار يكفي كل العيلة بمقادير سهلة وبسيطة وبطريقة سريعة جدا. بنبقى محتاجين في البرد بقى اللي احنا فيه ده حاجة كده مسكرة تدفينا، تقدري تعمليها على طول، مش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود زي ما قلتلكوا، ولا مكلفة، وهتدوب معاكي دوبان في البق وطعمها خطير. وغير كده وكده هتكفي كل العيلة. يلا بينا نبدأ، بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي اول باول. اول حاجة هنجهزها مع بعض الشربات. انا جبت كازرولة بتاعتي وحطيت فيها 3 اكواب من السكر، وعليهم كمان 3 اكواب من المية، يعني مقدار السكر هو مقدار المية. هنسيبها بقى كده على النار تغلي لمدة 5 دقايق، وبعد ال5 دقايق هنخليها بقى على نار متوسطة لمدة ربع ساعة. بس قبل ما نخليها على نار متوسطة هنعصر عليها عصير نص ليمونة، يعني أول لما تغلي أول غلوة بتاعة ال5 دقايق ويعدوا هنعصر نص الليمونة ونحط القشر بتاعها ونوطي النار على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة، ونسيبها تبرد تماما بعد لما الربع ساعة يعدوا. هنيجي بقى دلوقتي للخليط التحلية بتاعنا. هنجيب بولة ونحط فيها 32 جرام من السميد البسبوسة، يعني ما يعادل 2.5 معلقة كبار. وهحط كمان 77 جرام من سكر البودرة، وهحط كمان باكت من البيكنج باودر وفانيليا، وهحط كمان بيضة كاملة وبياض بيضة، وهحط 125 جرام من السمنة، والسمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة. ممكن جدا تستبدلي السمنة بزبدة برضو بدرجة حرارة الغرفة. تمام. وبعدين اخر حاجة بقى بنبتدي نقلب كويس قوي بالمعلقة او بالمضرب. تقدروا تستعملوا طبعا الخطوة دي في العجان او بالمضرب الكهربائي، بس انا حبيت اسهلها عليكم، فهضرب كده الخليط السائل ده كده بالمعلقة او بشوكة. وبعد كده هشتغل بقية الفيديو بايديا عادي خالص. يعني وصفة بجد سهلة وبسيطة جدا. تمام. بعد ما ضربنا بقى كده المكونات اللي حطيناها دي كويس قوي، هنبتدي بقى دلوقتي نحط اخر مكون معانا وهو الدقيق. والدقيق يا جماعة لازم يكون دقيق فاخر او متعدد الاستعمالات، ولازم ندخله على الاقل خالص مرة. هحتاج قد ايه دقيق؟ هحتاج 315 جرام من الدقيق، يعني ما يعادل 2.5 كوبايات من مج الشاي العادي. تمام. ممكن جدا تحطوا على فكرة في الوصفة دي قبل ما تحطوا دقيق تحطوا جوز هند ناعم، يعني 3 معالق كبار كده، بتدي نكهة وتست حلوة قوي وطعمها بيبقى لذيذ. لكن لو ما عندكوش خلاص مفيش مشكلة، تقدروا تستغنوا عنه خالص. انا ما كانش عندي فاستغنيت عنه. لكن معظم اوقاتي لما بعمل الوصفة دي بحط جوز الهند، بيدي طعم حلو قوي للوصفة. بعد ما حطينا بقى الدقيق ونخلناه هنبتدي بقى بايدينا نلم العجين بالشكل ده. ما بنعجنش خالص، احنا بنلم العجين زي ما انتوا شايفين كده. في الخطوة دي لازم الدقيق بتاعك لما تحطي 2.5 كوبايات، شوفي بقى الدقيق واختبريه، تاخدي واحدة كده وتكوريها بين كفوفك وتضغطي عليها ما تشققش معاكي، وكمان العجينة ما تلزقش. يبقى كده الخطوة نجحت معاكي والمقادير مظبوطة وزي الفل. لكن لو بتلزق معاكي حطي شوية من الدقيق بساط جدا لحد لما العجينة تلم وما تلزقش. هنبتدي نشكلها بقى باشكال كده بسيطة جدا وسهلة وسريعة، ويقدر اي حد يعملها. هناخد كده قطعة، وما تحاولوش تكبروا قطعة الحلوى دي علشان فيها بيكنج باودر، والبيكنج باودر بيتضاعف حجمه في الفرن، فعلشان ما تبقاش القطعة كبيرة وفي نفس الوقت تعمل معاكي مقدار صغير. تحاولي على قد ما تقدري يعني تخليها القطعة مثلا في حدود 5 أو 6 جرام، ما تكتريش عن كده. بنكورها بين كفوفنا ونضغط عليها ضغطة بسيطة من المنتصف. الضغطة دي علشان لما ترتفع في الفرن وتدخل الفرن هترتفع كده والبيكنج باودر يتفاعل، فهتدينا شكل كده بومبي كده من فوق ويبقى شكله حلو.
بعد لما خلصت الكمية بالشكل ده، طبعا هي ما عملتش الصاجة دي بس، هي عملت صاجة ونص معايا. تمام. هنبتدي بقى دلوقتي نجيب، طبعا استعملنا احنا في الوصفة بيضة كاملة وصفار وبياض بيضة. صفار البيضة بقى شيلته على جنب علشان هحط عليه كيس من الفانيليا، و اخفقه كويس قوي بالفرشة. تمام. وبعدين ادهن بيه بقى وش الحلوى بتاعتنا بالشكل ده. ودي خطوة مهمة جدا علشان هتديني لون وريحة وطعم حلو قوي كده. هعمل بقى كل المقدار بتاعي بالشكل ده، ونرجع لكم بقى ونشوف هنعمل ايه. وبعد ما دهنا وش الحلوى بتاعتنا بالبيض والفانيليا بالشكل ده، هبتدي دلوقتي اجيب شوكة، اي شوكة عندك، وابتدي ادي خطوط كده، خط واحد كده رايح بالشكل ده علشان تدينا شكل حلو قوي في الفرن بعد لما تستوي. هتلاقيها كده القطعة معاكي مدية شكل خطوط كده من على الوش، بتدي شكل حلو قوي. تمام. هدخلها بقى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لمدة ربع ساعة. طبعا على حسب الفرن بتاعك، لو الفرن عالي حاولي كده بعد 10 دقايق بصي عليها، أول ما تاخد لون من تحت كده، لون ذهبي غامق سنة، ما يكونش غامق خالص سنة، نبتدي نولع عليها الشواية لحد لما تاخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اول لما تطلع مباشرة من الفرن بنحط عليها الشربات بتاعنا اللي احنا جهزناه، يبقى الحلوى بتاعتنا ساخنة طالعة من الفرن سخنة والشربات بارد. هننزل بالشربات بتاعنا ونسيبها بقى شوية كده، يعني 10 دقايق، وبعدين نقلبها على وشها. تمام بالشكل ده. ونسيبها برضو 10 دقايق وبعدين نطلعها على طول، علشان طبعا ما تتشربش من العسل كتير قوي وتبقى يعني تجزع النفس كده ويبقى سكرها كتير. لا، كل ما قعدتي طبعا على حسب بقى، يعني ممكن مثلا يكون في حد بيحب الحلوى بتاعته تكون سكرها كتير، سيبيها، يعني كل ما سبتيها في الشربات بتشرب بقى من الشربات وبتسكر معاكي اكتر، فعلى حسب. بس المهم ان انتي سيبيها في الاول 10 دقايق على اول ما تطلع من الفرن، وبعد كده تقلبوها زي ما انا بقلبها كده 10 دقايق كمان وتطلعوها. عايزينها مسكرة اكتر سيبوها شوية كمان. تمام. وبعد كده بنقدمها بقى في طبق التقديم، وده كده بيكون شكلها ما شاء الله عليه بجد حلو قوي. يعني انا ممكن على فكرة ان احنا نزينها من الوش كده ب يعني جوز هند او بفستق مجروش، او نحط عليها سوداني او بندق او اي مكسرات. طبعا انا ما حبيتش ان الحلوة بتاعتي تكون مكلفة عليكم، حبيت ان انا اعمل لكم حاجة سهلة وسريعة وبسيطة وبدون تكلفة كتير وبدون شغل كتير. بجد عملتها في مفيش، يعني في نص ساعة كانت جاهزة معايا، وحاجة بجد في منتهى الجمال، بتدوب دوبان في البق. تقدري تعمليها كمان لو جايلك ضيوف فجأة ومش عارفة تعملي ايه، جهزي الحلوة دي. بجد حلوة. يعني مفيش اي كلام يتقال عنها، ان لازم تجربوها، تستحق التجربة فعلا. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. ما تنسونيش بقى بالدعم والاشتراك في القناة واللايك والشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وصفة جديدة. مع السلامة.